القصة وين مذكورة؟ مذكورة بكتاب العلامة الأبطحي، بكتابه موثقة، حتى ما تقولوا الشيخ يجيب روايات هكذا، لا، كله مسجل ومدون ومسند. يقول العلامة الأبطحي بكتابه، يقول العلامة الميلاني أتت له عائلة ألمانية بسنة من السنوات، ألمان، قالوا سيدنا رايدين نتشيع. قال غريب، انتم وين والتشيع وين؟ انتم ألمانيا وغرب تجابكم على التشيع، لابد انه سبب وجيه خلاكم تحضرون للتشيع. قالوا اي والله بسنة من السنوات، رجاء تنبهوا لي شوية شباب لان القصة بيها دمعة بيها دمعة. قالوا له بسنة من السنوات عندنا بنية، ابنتنا الصغيرة كانت تلعب قرب المنزل، تعثرت، وقعت عن الدرج، وين اجت الضربة؟ على اضلاعها، تكسرت اضلاعها. اي ابنتنا الصغيرة يا زهراء. قالوا له تكسرت اضلاعها، ما خلينا دكتور عربي غربي اجنبي دول العالم، رحنا هنا انه البنت تشفى، ما كانت تشفى. العلامة الميلاني يستمع لهم بكل انصات، قال اكملوا. قالوا له بعد ما يأسنا الدكتور قال لنا هاي البنت ميتة لا محال، خلص هاي ميتة. قالوا ماذا نفعل بها؟ قال خذوها خلوها تنام بالبيت، تشبعوا منها تزودوا منها، شوفوها خلاص ميتة. اخذناها نيمناها، البنت قطعت الطعام والشراب، لا تاكل ولا تشرب، لا اله الا الله. يقول تعمل عنا في المنزل خدامة ايرانية من ايران، مذهبها شيعي، موالية لامير المؤمنين، تدرب الزهراء. قالت له لصاحب الدار، قالت له سيدي قالت له سيدي العلاج موجود عندي، الحل موجود عندي. قال له عندك؟ قالت له ايه. قال له ما الحل؟ قالت له افتح الشباك بالليل ليلة الجمعة، واتجه بنظرك ناحية المدينة المنورة، ناحية أرض اسمها البقيع، وقول يا زهراء يا مكسرة الأضلاع اشفي ابنتي. هذا الرجل يقولها منو هي فاطمة الزهراء حتى اتوسل بها؟ قالت له فاطمة بنت نبينا محمد كسروا أضلاعها، كان عمرها 18 سنة، واسقطوا جنينها وقتلوها، عصروها خلف الباب. قالها وترد اذا حكيتها بالهوى ترد؟ قالت له اذا فكرت بعقلك ترد. قالها ايش قد عظيمة يعني فاطمة؟ قالت له جدا جدا عظيمة. هذا اسرع، فتح الشباك، قال له زوجتي تعالي. اجت زوجته، فتح الشباك، قال لها يلا انا وانتي. بدأ هو وزوجته يا زهراء يا زهراء يا زهراء يا مكسرة الاضلاع اغيثينا اغيثينا. السيد بدأ بالبكاء، العلامة الميلاني فهم القصة، قال له والله البنية نايمة في غرفتها، احنا نصرخ تحت يا فاطمة يا مكسرة الأضلاع، سمعت بنيتي تصرخ أبتاه أدركني، بسرعة يا أبوي تعال بسرعة. يقول البنت كانت لا تتكلم، البنت لا تتحرك، لا تاكل لا تشرب. أسرعنا أنا وأمها إلى غرفتها، والله وهالبنية واقفة على قدميها تقول أبتاه جوعانة وعطشانة، أبتاه انظر إلى الشباك انظر. يقول صرت أنظر إلى الشباك ما شايف شيء، لكن البنت تقول الله معاك يا فاطمة، الله معاك يا فاطمة. بالأجنبي يتكلم، يقول له لسيد الميلاني بلغته بالألمانية، والسيد جايب مترجم حتى يشرح الكلام. يقول له صارت تصرخ بأمان الله يا فاطمة بأمان الله. سألت بنيتي ما القصة ما الخبر؟ قالت لأبويا كنت نايمة، استيقظت على صبية عمرها 18 سنة مثل الوردة، تمسح على راسي وتمسح على أضلاعي وتقول أضلاعك مكسرة وأضلاعي مكسرة. لا إله إلا الله. تقول جيتك أبوك ناداني، تركت البقيع جيتك لألمانيا، لأن أنا ما يهين علي واحد يناديني باسمي وما أرد عليه أبدا. قالت له وين يوجعك؟ قالت له سيدتي هذا ضلعي هذا يوجعني جدا. تقول صارت تمسح لي على أضلاعي، تقول إلهي بحق ضلعي عليك اشفي ضلعها. البنت تخبر أبوها. السيد الميلاني شال عمامته عن راسه، ضربها بالأرض وصار يلطم على راسه، يقول يا فاطمة الزغراء، غريبة يا أم الحسن والحسين.